الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده الحواوشي. انا عارفه ان انا عملته معاكم كذا مره قبل كده بكذا طريقه، بس المره دي هتجيب معاكم من الاخر وهقول لكم على اسرار هتبقى احلى من بتاعه الشوارع، وريحتها هتقلب لكم المكان كانكم بتاكلوا حواوشي بتاع الشارع بالظبط. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا بصلتين كبار مبشورين، عليهم 4 فصوص ثوم، وكمان قرنين فلفل حامي، وحبتين كمان زيهم رومي. طبعا الحامي حاجة اختيارية. وعندي كمان هنا شوية ليا، على بوش، على حتة منديل بتاعة الخروف. لو مش موجودة ممكن تكتفوا بالبوش بس او بالليا بس. اقول لكم كمان على سر، عندي هنا البسطرمة اللي احنا عملناها مع بعض، خدت منها حتة هتوديلكوا الحواوشي في حتة تانية خالص. نيجي بقى للمكونات الأساسية والسر بتاع الريحة بتاعتنا. هنقول على طول في البهارات، عندي كزبرة ناشفة وفلفل أسود وربع معلقة ديمجلاس ورشة قرفة ورشة كبابة صيني وجنزبيل وبابريكا، وكمان معلقة حلبة مطحونة، دي بقى هتجيب من الآخر في الحواوشي، ورشة قرنفل، وكمان معلقة هريسة. طبعا احنا قلنا الفلفل الأسود والكزبرة الناشفة. انا هقلب كل المكونات دي عندي في الكبة عشان اضمن ان كل حاجة اتطحنت قبل ما احط عليها اللحمة. ده شكل الخلطة بعد ما طحنتها في الكبة. عايزة اقول لكم ريحتها قلب المكان وهي نية. خلي بالكم بقى لما تستوي هنزل عليها كده بنص كيلو لحمة مفرومة واقلبها كويس. قلبتها عندي تمام، هسيبها بقى نص ساعة تتشمع بس عندي في التلاجة عشان تتغلغل التوابل والبهارات مع بعض وتمتزج مع اللحمة تبقى متبلة كويس. وبعد كده بقى نقول لكم طريقة التسوية. لما الحواوشي يتشمع معايا في التلاجة هدخل الفرن قرن فلفل حامي وقرن رومي وفصين كده او 3 توم مفرومين، وحط عليهم ندعة زيت زيتون او زيت نباتي عادي، هخليهم بس يتشووا وبعد كده اقول لكم نعمل ايه. انا قصيت العيش كده بالمقص عشان يبقى شكله مرتب وانا بحشي اللحمه. هاخد كوره كده من اللحمه هعملها كور متساويه عشان تبقى كل الرغيف محشي قد بعضه. هفردها كده بالطريقه دي. ماشي بقى، سامحوني اللي بشتغل بايدي عشان انا فعلا ما عنديش جوانتيات. انا هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. ما شاء الله الله اكبر، عمل معايا 10 ترغيفه كبار، يعني 5 هنا و5 في الصاج. عندي هنا بقى خليط سمنه على زيت، هدهن كده الوش والظهر بتاع العيش. وطبعا انا مشغله الفرن عندي عشان الحاجه كمان اللي قلت عليها تتشوي. هدخلها بقى على الجنب دوت 7 دقايق وعلى الجنب ده 7 دقايق بالظبط بالظبط، بياخد معايا في الفرن بتاعتي 14 دقيقه وبيكون مستوي. انتوا بقى معرفش كل واحده حسب الفرن بتاعتها، ممكن تكون اقل في الدقايق ممكن تكون ازيد، يعني شوفي بقى انتي الفرن بتاعتك هتقولك ايه. انا بقى هطلعها لك لما يستوي. الخضار اتشوى معايا. هو المفروض كنت اشويه بفلفل احمر بس انا للاسف مش متاح عندي. هحط الفلفل والثوم كده في الجج، وهنزل عليه كمان بشويه بصل مكرمل ورشه فلفل اسود ورشه ملح، وكمان عليهم عصره ليمونه كبيره. هعملهم بقى بالهاند بلندر او بالكبه. شكله بعد ما اتطحن عايزه اقول لكم ريحته تحفه وطعمه اتحف. انا هفضيه كده في الطبق عندي. ده بقى ممكن تحطوه فوق جوه العيش بعد ما اللحمه تستوي، او تغمزوه بيه. طعمه بجد هيودي الحواوشي في حته تانية. طب هو عايزه اقول لكم بقى ريحته بجد جايبه اخر الشارع. وحطيت معاه صوص الليمون المعصفر انا عملته معاكم قبل كده، وكمان عملت الصوص بتاع الفلفل حطيت عليه شويه زيت زيتون. بجد جربوه وهمي. تقدروا تاكلوا معاه سلطه خضراء بتاعه الحياتي، انا قلت لكم على كذا طريقه ليها هتلاقوها في كذا فيديو عندكم. وكمان ممكن تكون سلطه طحينه بس انا قلت النهارده اغير. اتمنى ان انتوا تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم مصطفى تانية جديده.